السلام عليكم ودادية، مرحبا بكم في فيديو جديد. اي فيديو كنديرو واي خبر كنشرو حبا في الوداد وحبا في جمهور الوداد وحبا في هذا الكيان العظيم لي في كل مباراة ما كنرتاح الا وانني كنشوف الفريق ديالي كيقدم واحد الاداء وكنشوف الفريق ديالي منتصر. في هذا الفيديو غنهضروا على الميركاتو اللي اوشك على النهايه، غنهضروا على عده لاعبين، غنهضروا على الميركاتو، وغنهضروا على اخر الاخبار. شنو المطلوب منكم نتوما كوداديين ومحبين لهذا الفريق ولهذا الكيان؟ وانكم تدعموا الفيديو ديالكم بلي لايك باش خوتنا والوداديين وخواتاتنا ينخرطوا معنا ويدخلوا الباج ونكبروا العائله. الهم الوحيد ديالي هو انني نكبر العائله الوداديه ونوصلوا ان شاء الله ل100,000 ودادي ووداديه. بدينا من لا شيء ولله الحمد على كل شيء. غنبداو بمطلب جماهيري واللي هو اللاعب ياسين الخلج، لاعب اتحاد توارقه، مدافع، الطول ديالو 1.90 متر، تاريخ الازدياد 1999. هذا مطلب جماهيري، كاع الوداديين اتصلوا بيا وقال لك هضر لينا على هذا اللاعب. هذا اللاعب هو من اسره رياضيه معروفه في المغرب، والاب ديالو واكب عده أندية مغربية، ولاعب اللي كان معروف بزاف. هذا اللاعب يجيد الدفاع بسلاسة وكيلعب برزانة، ولاعب صغير الوداد تستافد منه في المستقبل. لما لا؟ مع اللاعب حركاس. على الفكرة صنت واحد الانترفيو صيفطو لي واحد الزميل ديالي، انا مشوش في مواقع التواصل الاجتماعي، ديال بورزهوق. شفت طبال عندهم في الدم، قال لك بورزهوق على حركاس انه جا غراتويتمون الوداد، والوداد خصها تعطي للرجاء مبلغ في حركاس، يعني حفظ ماء الوجه ولا شنو؟ ما فهمتش. لعب فان كونطرا ديالو كيتسال للرجاء الفلوس، جا الوداد مرحبا به. الوداد الدار الكبيره ما يمكن لينا نجريو على شي لاعب. جا الوداد بغى الوداد مرحبا به، حنا ما يبوس لينا لوغو ما حتى شي حاجه، حنا خدمتو يديرها يتخلص فاه صافي. هادشي اللي كاين. هذاك التطباله برزوق مره كطبل الوداد مره تطبل للرجاء. حنا عارفينكم مريقيه وعارفينكم انه الهم الوحيد ديالكم هو الفلوس. انت خدام الله يسهل عليكم، ما تبقاش تضرب شي في شي على ود شي. صافي كون صحفي رياضي، ما نفهمش من كره للصحافه. قرانكم راه مشاو داروا التدريب، قرانك نتايا راه ارتيتا ودورا مشاو داروا التدريب وفين واصلين لواحد النيفو لي كبير، وانتم باقيين غير كتضربوا في الفروق. اصاحبي لا حول ولا قوه الا بالله. بعدهم من الوداد وبعدهم من الرجاء، عندهم ناس اللي غيدويو عليه. على العموم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. واللاعب حركاس اللي بيان سور كو غنستافدو منه كمدافع، عنده خبره، لاعب ممتاز. يعني ما يمكنش لينا اننا نقولوا انه ما عندوش في رجلو. لاعب اللي كانوا هما بغاوه يبقى، ولكن هو ما بغاش وخوابين في اخر المطاف. داك سوقو هذاك بغى الوداد مرحبا به. دونك هذا ياسين الخلاج اللي كلشي باغيه غيستافد منه الوداد. وانتم شفتوا مؤخرا الاخطاء الدفاعيه ديال زولا وكذلك فرحان. يعني لا يمكن يعني الامور انها لا تبشر بالخير في ظل هاد الخلخله اللي كاينه في الدفاع عند نادي الوداد البيضاء. على العموم ورجوع سامبو كذلك يمكن لنا انه ندخلوه في الميركاتو. سامبو يمكن لنا ندخلوه في الميركاتو لاننا كنا ما حاسبينش به، كنا نقولوا سامبو مشى بحاله. ورجوع سامبو سجل اول هدف، ظهر بواحد الشكل ممتاز. ما يمكنش لينا نقروا انه الهداف ديال النسخه ديال البطوله الموسم الماضي، هادشي ما يمكنش لينا اننا نقروا. سامبو هداف كيسجل رغم انه بعض الماتشات كيكون خارج التغطيه. دونك عندنا الشرقي البحري، عندنا خنوس. يعني وانا افضل الشرقي البحري لانه كيبذل واحد المجهود وباغي يبين على المكانه ديالو ومتعطش، يعني متعطش انه يلعب. دونك راه باش نحكموا على رمزي في 2 ماتش ولا 3 ماتش راه ما يمكنش. السيد خصو الوقت، السيد خصو واحد 5 الماتشات ولا 6 الماتشات باش انه يبين، باش انه يعطي لك البصمه ديالو، باش انه يعطي لك النكهه ديال المدرب. اما باش غادي نحكموا عليه هو الوسط الميدان اللي كان متكون من داودي ومن جبران وكان جعدي وكانوا يعني لاعبين
اللي مولفين بعضياتهم. الان بقى جبران، حيمود كان كيلعب مع الركراكي، شويه ما بقاش كيلعب، دابا يلا رجع من الاصابه، جبنا الدراوي، جبنا يعني اللعابه باقي ما كاينش داك الانسجام، شويه بشويه. كذلك هذا هو المشكل اللي عندنا حتى في اللور، يعني في الدفاع، مره فرحان وزولا، مره الثنائيه ديال ابو الفتح، مره يعني الثنائيات تختلف. خصنا نركزوا على ثنائيه. دابا رجع حركاس، واش غيكون حركاس وابو الفتح ولا حركاس وزولا ولا حركاس وفرحان؟ يعني باقا حنا نشوفوا المدرب الاقرب لي. الا جا الخلج راه مدافع قوي، ومدافع غتستافد منه الوداد مستقبلا. وعقلوا على الكلام ديالي، الا جا الوداد، انا كنقولها وكنعاودها، الا جا الوداد غتستافد منه الوداد ماديا في المستقبل، لانه لاعب لازال صغير السن. على العموم كيف ما قلت لكم، اما في الهجوم راه الهجوم لا باس، راه حنا كنهاجموا، راه حنا كنطلعوا كنخلقوا فرص، ولكن المشكل عندنا هو العوده من الهجوم الى الدفاع. هنا فين كاين المشكل، داك الكيليبراج ما كاينش. الكيليبراج فين كيكون؟ فين التوازن كيكون؟ هو في وسط الميدان، هو في الميليو دو تيغان. ابا تقول لي زولا راه غيطلع الكورنير غيلعبوها باش غادي يرجعوا له في كونتر اتاك. هنا راه الوسط الميدان اللي كيلعب دور، وسط الميدان هو اللي كيساعد الدفاع، والدفاع هو اللي كيهز على الجول، والجول يعني شي كيكمل شي، هي سلسله. كره القدم راه هي هكا، راه كتلعب اون جروب، راه كتلعب بشكل جماعي، راه شي كيغطي على شي. باش نكونوا واضحين، راه اللاعب كيشوف، راه اللاعب كيشوف النظره ديالو، المدرب كذلك كيشوف النظره ديالو. راه حنا ما يمكنش علينا نصبروا على رمز ياك، ولكن الا نمشيو حنا نعطيو باغ اكزومبل في الاوروب، في انجلترا، في الدوري الانجليزي الممتاز، ارتيتا جابوه خرب على الارسنال في الديبي، خرب على الارسنال بالمزيان. يعني كان مدرب سيء وسيء، ولكن الناس اللي كتعرف الكره والارسنال كان هارسه، راه واو بلاد واو. صبروا على المدرب، عطاوه فرصه، بنى فريق اللي كيبقى لاعب كره حتى الصافره ديال المباراه وكيسجل. اخر ماتش ضد اليونايتد 1-1 سجلات اليونايتد هدف ما تحسبش بالتسلل في 85 او 86، بقات لاعبه كره 1-1 حتى الازيد من 93 ولا 94 وسجلات الارسنال. والارسنال يعني داك العام كانت قاب قوسين او ادنى انها دي البطوله. يعني هنا كتشوف الصبر باش انهم كيخلقوا واحد الفريق. ملي كان عندنا جون توشاك شنو كانت الوداد؟ شنو كانت؟ لا شيء. جا جون توشاك بنى واحد الفريق ومشاو وقال لهم غنخلي لكم فريق تنافسوا به لمده 5 سنوات. نافسنا به ازيد من 5 سنوات، بقاو عندنا لعابه، بقاو عندنا ركائز. دونك الوداد خصها كذلك اعاده الهيكله عبر اعطاء فرصه للمدرب. ميمكنش علينا حنا دو ماتش باقي كلشي ملعوب نبداو بالهضره. حنا كنبريباريو باش اننا نكونوا مزيانين في السوبر، باش اننا نكونوا مزيانين في دوري ابطال افريقيا. نقطه نقطه كيحمل الواد، ما خصناش نزربوا، وغيكون غير الخير ان شاء الله. تحياتي لجميع الوداديين، نشجعوا المدرب، نركزوا على المؤازره والمسانده اكثر من بلا بلا فيسبوك ولا انستغرام، داكشي راه ما خدامش. نتبعوا المدرب، نساندوا المدرب، ونشوفوا شنو غيكون ان شاء الله. ونتمنى اننا نختموا الميركاتو بركيزه يعني دفاعيه هاد ياسين الخلاج، لانه لاعب موهوب وغيقول الكلمه ديالو ان شاء الله. وتحياتي جميع الوداديين، وشكرا لكم، وديما وداد، وكنتمنى انني نكون كنت خفيف على قلوبكم.